صباح الخير. النهارده هعمل معاكم بطاطس محشيه طعمها وشكلها في منتهى الجمال، وطبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها اليومين دول والحاجه كلها غاليه، فبربع كيلو لحمه مفرومه والبطاطس المدوره الصغيره دي متوفره في السوق وسعرها حلو قوي. هنعمل وجبه كامله ان شاء الله هتعجب الجميع. اول حاجه معايا كيلو ونص من البطاطس المدوره، ودي سعرها رخيص ب5 جنيه كيلو. هبتدي اورها بالمقور عادي اللي احنا بنعمل بيه البتنجان، وممكن تعمليها بمعلقه صغيره يعني على حسب طريقتك المتاح ليك اعمليه. وطبعا وانت بتشتري البطاطس حاولي تجيبي البطاطس الصغيره المدوره. لو مش متوفره عندك ممكن تجيبي البطاطسيه الطويله ديت، بيبقى فيه بطاطس موجوده كده في السوق طويله شويه، وتقسميها بالنص وتبتدي تفرغيها من القلب زي ما انا ما عملت بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين انا كده خلاص خلصت الكميه كلها. نبتدي ندخل على تاني خطوه وهي هنحمر البطاطس. معايا حله صغيره يكون فيها حبه زيت غزير عشان تاخد راحتها في التحمير، علشان ما تتكسرش منك. احنا هنحمرها لمدة من 5 ل7 دقايق يا دوبك تاخد بس لون مصفر، مش عايزين لون يغمق عن كده، ونطلعها. خلاص كده هو دوت اللون المطلوب اللي احنا هنطلعها بيه، ونبتدي نصفيها من الزيت كده كويس ونطلعها. بعد ما خلصت كمية البطاطس هدخل في تعصيج اللحمة. معايا طاسة على النار وفيها معلقة سمنة كبيرة، بصلاية متوسطة متقطعة قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك هشوحها حاجة بسيطة بس لونها يبتدي يصفر. هنزل عليهم بحوالي 4 فصوص ثوم، وربع كيلو لحمة مفرومة. وهنشوح اللحمة كويس، وأول لما تاخد لون نبتدي نبهر اللحمة، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعايا 2 طماطم متقطعة مكعبات صغيرة. وفي الوقت ده ننزل بمعلقة الملح الصغيرة، وطبعا الملح على حسب الرغبة، لو تحبي تزودي أو تقللي براحتك خالص. وندخل على تالت خطوة وهي صوص الطماطم اللي هنحطه على وش البطاطس. معايا حوالي معلقتين 3 زيت، هنزل عليهم ب6 فصوص ثوم، وهبتدي اشوحهم حاجه بسيطه يا دوبك لونهم يصفر يعني الريحه بتاعتهم تطلع. طبعا انا محضره عصير ربع كيلو طماطم ضربها كويس في الخلاط، انا منزلاها بلحمها بقشرها كده، اللي يحب يصفي الطماطم بتاعته خلاص براحته مفيش اي مشكله. وهنا حطيت على سن المعلقه سكر عشان نعدل الحموضه بتاعه الطماطم، ومعلقه صغيره ملح، وهقلبها واسيبها تتسبك ونشوف هنعمل ايه. نستغل الوقت اللي الصلصه فيه بتتسبك ونبتدي نحشي البطاطس. بمعلقه صغيره نبتدي نحشيها كده. بسم الله ما شاء الله، ربع كيلو لحمه مفروم هيكفي الكيلو ونص بطاطس، وكمان هيتبقى منهم شويه. هوريكم هنعمل بيهم ايه مع قلب البطاطس. وكده خلصت كميه البطاطس زي ما انتم شايفين، وكمان اتبقى حبه اللحمه المفرومه اللي انا قلت لكم عليها. هنسيبهم في حالهم؟ لا، هنستغلهم. هنا ابتدي ابهر الصوص بتاع اللهم صل على النبي البطاطس. حطيت ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه كمون، ونص معلقه صغيره بصل بودر، ونص معلقه صغيره توم بودر، ومعلقه صغيره بابريكا. وهنقلبهم. الحاجات دي بتفرق جدا في طعم الصلصه. هو انا مش عارفه ليه البصل البودر والثوم البودر لما حطيته على الصلصه عمل كلكيعه كده ماسك في بعضه، بس عملته بظهر المعلقه زي ما انتوا شفتوا كده وفكيته. ودي معلقه البابريكا اللي انا قلت لكم عليها، بتفرق جدا في اللون وكمان في الطعم. وهسيبها يا دوبك دقيقتين كده تتسبك وخلاص هقفل عليها. هنا معايا اللحمه المفرومه المتبقيه، هنزل عليها بقلب البطاطس وهنديهم تشويح حلو كده مع بعض. كمان هحط واحده فلفلايه رومي مقطعاها قطع صغيره، لو بتحب الفلفل السبايسي طبعا بتكون جميله جدا. انا عايزه طعم البطاطس ديت على قد ما اقدر.
هبتدي بقى ابهرها. معايا رشة فلفل اسود ورشة ملح، وهنزل عليهم كمان بكبشتين صلصة الطماطم اللي احنا عملناها. تمام كده، تشويحة كمان، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية مية صغيرة. طبعا انا مش هستكفى بكده، انا عايزه ادلع البطاطس واطلع احلى ما فيها. معايا هنا حبه زعتر، هفركهم بايدي كده عشان يطلعوا ريحتهم الحلوه، هيفرقوا جدا في الطعم. ومعايا كمان كام ورقه نعناع فريش، والله بيخلوا البطاطس تروح في حته تانية خالص. انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتسيبوا البطاطس المحشيه لحمه مفرومه وتاكلوا القلب بتاع البطاطس ده، طعمه في منتهى الجمال. يا دوبك يتشرب الميه واقفل عليه. هنبتدي بقى، معانا صينيه هنا بايركس او ألمونيا اللي تفضلوه، وانزل بقلب البطاطس كده من تحت. انا عايزه اديها دسم شويه لان احنا شوحناها يا دوبك في اللحمه المفرومه، فهحط حوالي معلقه كبيره زبده مقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ارص اللهم صل على النبي، البطاطس. تمام كده يا امارات، انا خلاص خلصت حشو البطاطس وهوريكم شكلها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، شكلها في منتهى الجمال. ده انتوا كمان اصبروا شويه لما صينيه البطاطس تخلص. هنبتدي بقى ننزل بصوص الطماطم اللي احنا عملناه على البطاطس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا زي ما انتوا شايفين الصوص سبك كده وتقل وبقى جميل. انا مش عايزاها تكون صيصه في السائل بتاعها، يعني يا دوبك هي متماسكه لان كل حاجه فيها مستويه. انا يا دوبك هدخلها الفرن تتشمع كده ونطلعها. خلاص كده تمام، هدخلها الفرن لمده ربع ساعه وهطلعها. وكده بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، هنبتدي بقى نحط حبه جبنه كده ميكس. انا كان عندي حبه كده صغيرين، فابتدي احط على كل بطاطسايه حبه صغيرين. طبعا لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكله، ممكن تعملي معلقتين كده بشاميل خفاف وتحطي على كل بطاطسايه، مفيش خالص، مش مشكله يا ستي. ده هي كده بسم الله ما شاء الله، ممكن تحطيها تحت الشوايه تاخد لون الصلصه كده وتطلعيها وبالف هنا. ودلوقتي هرجعها الفرن تحت الشوايه يا دوبك 3 دقايق الجبنه تسيح واطلعها. ودي شكلها بعد ما خرجت من الفرن، ما شاء الله لوحه فنيه بجد. لو جربتوها تعجبكم جدا، اقتصاديه وجميله جنب حبه رز بشعريه، منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم.